كانت الدنيا خانقة والريح دايرة روينة في الزنقة، بحال شي ذكريات قديمة باغية ترجع. وانا دايز وانا نجبر واحد السيد جالس غير شاب، جالس في واحد الدروج وحاشي راسو بين يدو. قربت ليه وقلت له بشوية: ولدي، الليل ما كيبكيش بوحدو. هز راسو وعينو حمراء، قال لي: عمي، حسيت بالدنيا سدات البيبان كاملين في وجهي، الحاجة اللي كنبغي نمشي لها كتسد لي في وجهي. جلست حداه وتنفست بعمق وقلت له: شوف ولدي، انا 50 عام والدنيا تضربني مهنا وكتلاقيني مهنا، وديك الصوت المزعج اللي ديما كيجيك للبال كيقول لك صافي سالينا، ما بقى عندك نصيب، صافي هنا وقف. ولكن الحقيقة هي فاش كطيح في القاع خصك ضروري تنوض وتطلع. بقى كيسمعني مسكين ودموعه نازلين. الحياة ما كتعطيكش اشارة، والجرح اللي كتحس به دابا هو اللي غادي يكون عندك نقطة قوة، هو اللي يدفعك لقدام ان شاء الله. حيت الالم ما عمرو كان نهاية، الالم ديما بداية ديال واحد النسخة جديدة منك. هنا مسكين وقف بشوية ورجع كيشوف الطريق قدامه. ديك الساعات وانا نقول له: سير ولدي، هاد الظلام راه غير مرحلة، ماشي مصير ديالك. هنا مسكين ناض وزاد تحرك قدامي. هنا فهمت واحد الحقيقة أخرى، بأن أضعف اللحظات هي اللي كتخلق الرجال الأقوياء. تحياتي لكم.